بصوا يا جماعه وصلوا بينا كده على النبي، ومن اولها كده اللي هقوله عن بودي اللي عمل فيديو افتتاح المتحف دي وجهه نظري، واسمعوها يا تقتنع يا تشتم عليا في سرك. احنا عندنا مشكله قديمه الازل، والمشكله دي اسمها الفهلوه. يعني لحد دلوقتي في 2025 وفي ناس لسه شايفه ان شغلها هو النسخ واللصق، انسخ اطبع انسخ اطبع، وللاسف اللي بيسرق اكتر هو اللي بيبقى اشطر. وطبعا مفيش احسن من السوشيال ميديا في الموضوع ده، ملايين النصوص المسروقه، ملايين الصور والفيديوهات المنسوخه. انا مثلا فيديوهاتي بتتنسخ او بتتحمل عند ناس وبتنسخها عندها من غير ما تعمل حتى شير، وكانها صاحبه المحتوى علشان بقى يكبر عدد الصفحه بتاعته، بالرغم ان الرساله واحده. يعني لو شيرها هي لما يعمل كده، بل بالعكس لو شيرها على الاقل حتى عشان يعرف الناس مين صاحب المحتوى، وعادي جدا وبكبر دماغي ولا بحاول اقفله الفيديو ولا بحاول اعمل اي حاجه، وفي النهايه هي رساله وبنقدمها، بالرغم انه ساعات بيزعلني جدا مع ان انا فرد مش كيان مش دوله. ولو دخلت على الفيسبوك هتلاقي مكتبات لناس كتيره مقتبسه، وده مجهود، فما بالك بقى بباقي الشغل. تعالوا بقى كده بينا سريعا نروح لموضوع بودي. بودي قرر يعمل اعلان بالذكاء الاصطناعي لايه؟ لحفل افتتاح المتحف الكبير، بس باستخدام صور صلاح وميسي. وطبعا معرفش ايه علاقه ميسي انه يعمل اعلان لافتتاح متحف الكبير لمصر وبين قوسين من غير اذن. طب هل هو فاكر ان ده هزار؟ لا يا حبيب، ده اسمه انتهاك حقوق ملكيه فكريه، وده طبعا مش هزار، دي جنحه بالقانون رقم 82 لسنه 2002، والعقوبه بتاعتها بتبقى الحبس. وبعدين لما تجيب صلاح وميسي وتحطهم في اعلان منتجك وكانك بتوحي للناس ان ده الاعلان الرسمي، هنا بقى دخلنا في منافسه غير مشروعه، لان في شركات متعاقده وكيانات اعلاميه كبيره وصرفت ملايين علشان يبقى الاعلان منظم ومن غير فضايح. انت بقى تيجي تضرب القنبله وتسيء للايفنت كله، هتقولي يا عم ده راجل وطني، ده محترم، ده بيحب البلد، ماشي. هل الصواب والعقاب على الخرفان بس، ولا الصواب والعقاب على اي حد؟ يعني ابنك لو غلط في البيت مش هتأدبه، مش هتقول له الصح من الغلط، ولا هتسيبه يغلط علشان هو ابنك؟ المصيبه الاكبر ان في منصات عالميه كبيره بدات تكتب عن الحوار ده، وقالوا لك مصر انتهكت الحقوق الملكيه الفكريه في دعايه المتحف الكبير. كده بقى ما نقولش انت موضوع بقى موهوب وفلته والكلام ده، انت كده عملت مشكله عالميه. ووزاره السياحه طلعت بيان رسمي علشان تقول فيه يا جماعه العك ده مش بتاعنا. يعني كان المفروض عشان يهرب من الحبس ده لازم صلاح وميسي يقدموا تنازل رسمي ويكون موثق او يدفع تعويضات. يعني الموضوع مش هزار زي ما انت فاكر. نيجي بقى لشخصيه بودي نفسه، الراجل اللي عامل نفسه ايقونه ازمات، كل شويه ازمه وكل شويه حكايه وكل شويه صعبانيات وشعور استحقاق عالي، لانه شايف نفسه احسن واحد في الاعلام وافضل من كل الناس اللي موجوده. حقك يا باشا، بس من غير ما نغلط، من غير حقوق ملكيه فكريه، من غير ما نقتبس، من غير ما نسرق. وطبعا اللي حواليه كلهم بيغنوا الاسطوانه القديمه. شاب موهوب كان نفسه يخدم مصر بعينه، بس مصر ما ساعدتوش ما ساعدتوش ما ساعدتوش. ايه لا يا معلم، الموضوع مش كده يا باشا. الموضوع مش انك هتطلع بقى حاجه مبهره وحاجه خطيره وعبقريه، كل الموضوع انك عايز سوكسي وترند على حساب مين؟ على حساب صوره البلد. والحكايه كلها جزء من تنظيم اسمه حنبلي بالسجق، ناس كل همها تصفيه حسابات، واللي متضايق من المتحده واللي شايل من ملف السياحه، فكل واحد شايفها انها فرصه يصفي حساباته الشخصيه ويشيل الليله لمين؟ لمصر، لان مصر ما ساعدتوش ما ساعدتوش ما ساعدتوش. ايه وانا طبعا وبقول بالنيابه عن نفسي انا ضد حبسه، وحابب ان احنا كل واحد نعرفه غلط ونحتضن الشباب ونعرفهم ان انتوا كده بتفكروا غلط. وبيتهيألي ده اللي البلد بتعمله دلوقتي، زي الناس اللي جت من بره برضه والدوله احتضنتهم وبرضه مش عاجب. وطبعا ده كلامي بالنسبه للناس اللي طلبت عفو رئاسي والدوله سامحتهم. ما هي مصر لازم تشيل الليله، مصر ما بتساعدش حد ما بتساعدش حد ما بتساعدش حد. ايه وباذن الله بعد ما خرج بودي من القضيه وبالسلامه ان شاء الله، يا ريت بقى يا بودي نتعلم نفهم ان الملكيه الفكريه مش هزار، زيك زي اللي سارق عفش من البيت، زي اللي ناصب على واحد حرامي غسيل، بل ده انيل. دي مش عبقريه، دي اسمها سرقه ملكيه فكريه. لكن للاسف احنا مجتمع بيعشق الصعبانيات، فجاه تلاقيهم بيصرخوا وبيصوتوا وبيناشدوا الحكومه الحقونا من التيك توك، الفاظ وسفله وقله ادب وغسيل اموال وبيضحكوا علينا، والحاجات دي بتخش بيوتنا وهتدمر عيالنا، ويعملوا هاشتاجات اغلقوا التيك توك من مصر. واول ما العيال دي يتقبض عليها الصعبانيات تشتغل والسكريبتات تنزل وتتوزع، ويوميا بقى لازم نعمل بطل من ورق. مصر بتحمي شبابها بتحمي شبابها بتحمي شبابها.
ايه واحد يبقى غلطان نحطه بقى قدام الحكومه ونفضل نعيط عليه ونقول شوفوا يا عالم ضيعوا الولد، بس الحقيقه هو اللي ضيع نفسه. ملحوظه اخيره ودي اهم حاجه في الفيديو لانها ملحوظه خطيره. اولا في دعاء حلو قوي بيقول ربي ارحمني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. عدونا واحنا عارفين وهنعرف نتعامل معاه ازاي، انما في ناس مقربين واصدقاء عندنا وهم ليهم توجهات تانية خالص، فخلوا بالكم كويس قوي لان الضربات احيانا بتيجي من اقرب الناس لينا. وطبعا لما بتلاقي اعداء الشر الناس الهربانين القذرة بتدافع عن اي حد فلازم تشك في الموضوع. حرص ولا تخون وفوتكوا بعافية. شيروها له.